الناس اللي كيشربوا العصير ديال الباربا في رمضان على اساس انه صحي، هذه واحد المعلومه اللي بزاف ديال الناس ما كيعرفوهاش. واش خاصني نستهلك الباربا تكون خضراء ولا طايبه، وشنو الفرق بيناتهم؟ فاش كنكونوا كنستهلكوا الباربا خضراء، النسبه ديال النيترات الطبيعيه كتكون طالعه وعندها واحد الدور مهم في تدفق الدم وزياده نسبه الاكسجين في الجسم، وكينقي الكبد ديالنا من السموم وكيحسن الاداء الرياضي، ولكن يقدر انه يسبب لك مشاكل على مستوى المعده بسبب الالياف القويه. وما نساوش ان الباربا خضراء فيها فيتامينات ومعادن، على عكس فاش كنطيبوا الباربا النسبه ديال النيترات اللي هو السر في الباربا كينقص، بالاضافه لفيتامين سي والحديد والمغنيسيوم كيتاثروا كذلك بالحراره. كنظن بلي راك عارف شنو هو الفرق ما بين الباربا خضراء وباربا طايبه، فاذا بغيتي انك تستافد من الفوائد ديالها من الفيتامينات والمعادن والنيترات اللي فيها، من الاحسن انك تاخذها خضراء. ولكن الا عندك المشكل في الهضم وكتسبب لك الم المعده، من الاحسن انك تاخذها طايبه. ودابا بغيتك تقول لي قبل ما تعرف هذه المعلومه كيفاش كتفضل الباربا، واش خضراء ولا طايبه؟ جاوبني في الكومنت. ولاي واحد كيعاني من القولون العصبي او بومزويج رطوبه المعده، مشاكل غازات وانتفاخ البطن، الناس اللي عندهم الاسهال او الامساك المزمن، هاد الناس كيتعذبوا طيله شهر رمضان. ولكن صوت الصفاء جبت لكم هذا الحل اللي هو علاج طبيعي ومجرب 100% وكيعطي الفعاليه، وحنا كنضمنوا لكم الفعاليه ديالو. بالنسبه لهذا الباك الحمد لله ازيد من 4000 حاله ولاو بخير وعلى خير من اللي خداو، وان شاء الله غادي ينفعكم طيله شهر رمضان. فمرحبا بكم. اي واحد فيكم بغى انه يعرف معلومات اكثر بخصوص هذا الباك يتواصل معنا ان شاء الله على هذا الرقم في الواتساب، ومرحبا بكم. وما تنساش خلي قلب ودير فولو باش تلقاني مره اخرى.